جماعه معلش، يعني الناس اللي بتيجي تسال وتقول لي انا مظبط الصوره، بيجي يسالني عن الصوره وبقول له دي ما تنفعش، يقول لي لا اصل الفوتو تول قبلها. الفوتو تول هيقبلها طالما الصوره 600 في 600 بيكسل، وطالما اقل من 240 كيلو بايت، تمام. لكن انت لو حطيت صوره عربيه يعني نفس الكلام ده هيقبلها عادي، ما فيش مشكله. ولو عملتها في اللوتري حطيتها على الابلكيشن بتاع الهجره هيقبلها برده عادي، ما فيش مشكله. ولكن يعني عندك السنه اللي فاتت في 60,000 واحد كانوا مقدمين اتقبلوا واترفضوا بسبب ان صورهم ما كانتش مطابقه للمطابقات. فالناس اللي بتقول لي انا بروح اتابع من الفوتو تول ومش عارف ايه، الفوتو تول ما هواش موثوق بيه بنسبه 100%. خدوا بالكم من الحته دي كويس جدا. انا لما الناس بتستشيرني انا برد بحسب خبرتي، لان انا بقالي 3 سنين في الموضوع، ووارد ان انا اغلط. انا مش هقول لك ان انا روبوت وبجيب كل حاجه 100% صح، ولكن انا يعني ببص على الاساسيات بتاعه الصوره. اللي في ناس بتبقى عامله الاساسيات مبهدله خالص وحطها على الفوتو تول، والفوتو تول قال له ينفع، ولكن هو لو قدم بالصوره دي يبقى قابلني لو اتقبلت يعني. فعشان كده انا فاتح ان ممكن اي حد يستشيرني، انا اعملها كنوع من انواع الخير، يعني اللي هو انا بعمله خير ليك عشان انت ما تسقطش في التقديم. بس يعني حرام تبقى قاعد كل ده مقدم او دافع فلوس لحد مقدم لك وتسقط بسبب ان الصوره مش مطابقه يعني. فخدوا بالكم ارجوكم.